لو انت اول يوم ليك في الجيم ولعبت جسمك كله بنسبة كبيرة مش ترجع الجيم تاني. صلى على النبي، انت جسمك مش جاهز. عضلاتك ومفاصلك مش متعودة على الحمل. تقوم انت اول يوم رايح لاعب جسمك كله، وهيكون في وجع في العضلات جامد، وهتصحى تاني يوم مش قادر تتحرك. وكمان مش ألم وخلاص، ده الوجع اللي انت هتحس بيها تخليك تكره حاجة اسمها جيم اصلا. والجهاز العصبي بتاعك بيتفشخ، اللي هو اول يوم بتلعب ست سبع عضلات، انا هخش شيست واخش ظهر واخش رجل واخش باي وتراي واخش كده. فايه بالراحه على نفسك، انت لسه بتقول بسم الله. انت كده جسمك كله هيخش في اجهاد مش بس العضلات، وهتصحى تاني يوم مش هتقدر تنزل تتمرن اصلا. هتبدأ تردد بقى في دماغك ان الجيم ده مش ليك او الجيم ده مش مكانك، وهتبطل تمرين خالص. المشكلة هنا مش في تمرين الجنرال نفسه، المشكلة ان انت بتعمله غلط اصلا. تروح تلعب عدات كتير ومجاميع كتير واشكال كتير، طبعا اوزان تقيلة. بص، انت اول اسبوع عايزك بس ما تركزش على اوزان ولا تركز على اي حاجة الا انك تتعلم الحركة. تتعلم ازاي التمرين ده بيتلعب ازاي، بس حتى لو هتلعب ب2 كيلو ونص اهم حاجة تتعلم الحركة بتتعمل ازاي. وانا مش عايزك تروح تموت نفسك اول يوم، الجيم مش اختبار قوة الاول يوم، لسه بتقول بسم الله، انت لسه بتبدأ. تختبر قوتك ازاي وانت لسه بتبدأ؟ تشوف اقدر اشيل الوزن ده ولا لا؟ اكيد مش هتقدر، انت لسه بتقول بسم الله. فانت لو بدأتها بعنف وصعبتها على نفسك انت كده مش هتكمل. ما تنساش تدعيلي بقى، ولو استفدت اعمل فولو عشان اللي جاي يفيدك اكتر.